ازيكم يا احلى متابعين؟ هقول لكم بصراحة، في يوم واحد في الاسبوع بحس ان الحياة ليها طعم تاني. اليوم اللي بستناه طول الاسبوع، يوم الفري. بس يا ترى ازاي استمتع بالاكل اللي بحبه من غير ما اندم بعدين؟ في الفيديو ده هوريكم يوم كامل في الفري من اول ما بصحى لحد اخر اليوم، بكل تفاصيله وبالاكلات اللي بحبها وبطريقة تخليكم تاكلوا وتستمتعوا من غير حرمان. فلو بتحبوا الاكل وبتدوروا على افكار حقيقية وتوازن بين المتعة والعقل، كملوا الفيديو للنهاية عشان فعلا ده اكتر فيديو هيخليكم مبسوطين بالاكل باليوم الفري. ونبدأ بالفطار اللي بحبه في يوم الفري. الصبح بصراحة اول ما بصحى في الفري ده بيبقى نفسي في حاجة نفسي فيها طول الاسبوع، فقلت ابدأ اليوم بحاجة بسيطة كده تفتح النفس. عملت كوباية نسكافيه باللبن او الحليب كامل الدسم، لان النهاردة طبعا يوم الفري. ومعاه كرواسون شوكولاتة كنت شايفاه طول الاسبوع وكنت مقاوماه بالعافية. المود بيتغير اول ما يبدأ اليوم كده. بس اهم حاجة يا جماعة، الفري مش يعني اكل لغاية مكبس معدتي، هو يعني اكل اللي بحبه بالعقل. ونيجي بقى للغدا اللي بيخليني مبسوطة ومش ندمانة، قلت اكل حاجة بره نفسي فيها. كان نفسي في بيتزا بجد، بس عشان اوازنها طلبت بيتزا لحمة وسط فيها موتزاريلا ولحمة مفرومة وقطع سلامي عشان تكون مش تقيلة قوي، ومعاهم طبق سلطة صغير عشان احس بالشبع اسرع. انا مؤمنة ان الاكل بيتاكل بالعقل مش بالكميات. وبعد الغدا خدت قطعة صغيرة شوكولاتة دارك مكافأة كده على الماشي. ونيجي بقى للعشاء. العشاء النهاردة بسيط وممتع في نفس الوقت. عملت سندوتش برجر في كايزر أبيض صغير، والبرجر حوالي 90 جرام، ومعاه شريحة جبنة كاملة الدسم ومعلقة صغيرة كاتشب وورقة خس. ونيجي لفقرة نصايح ليوم الفري. ازاي تستمتعي بيوم الفري من غير ما تبوظي كل مجهودك؟ بصراحة يا جماعة، يوم الفري لو اتعمل صح هيفرق جدا معانا نفسيا وجسديا. مش المفروض نبص ليه ان هو يوم التخريب، هو يوم راحة بسيطة للجسم والعقل. واول حاجة نعملها، ما تخليش يوم الفري يبدأ من الصبح بدري جدا. خلي اول وجبة الساعة 10 او 11 عشان ما يطولش اليوم. تاني حاجة، اختاري أكلك اللي نفسك فيه بجد، مش اللي قدامك وخلاص. وتالت حاجة ودي أهم واحدة، استمتعي بالأكل بالراحة، ما تاكليش وانتي سرحانة في الموبايل، حسي بطعم. ولو بعد كده نفسك في حاجة حلوة خديها بس بكمية معقولة. وفي الآخر ما تحاسبيش نفسك، خليكي فاكرة ان التوازن أهم من الكمال. نيجي للأسئلة بنسألها دايما في يوم الفري وهنجاوب عليها سوا. أول سؤال، لو كلت كتير في يوم الفري كده اللي عملته في الأسبوع كله راح؟ لا، ما تخافيش، الجسم مش بيخزن دهون من وجبة واحدة، اللي بيأثر هو الاستمرار. طيب تاني سؤال، آكل الحلويات في أول اليوم ولا آخره؟ طبعا الأحسن بعد وجبة فيها بروتين أو دهون خفيفة عشان السكر ما يعلاش فجأة. طيب تالت سؤال، هل لازم اتمرن في يوم الفري؟ مش لازم، بس لو اتحركت شوية بعد الاكل حتى لو تمشية خفيفة هتحس بفرق كبير في الهضم والمزاج. واخر سؤال عندنا، ينفع اعمل يوم فري كل اسبوع لو التزامك كويس طول الاسبوع؟ اه طبعا، بس لو لسه في مرحلة البداية خليه كل اسبوعين لحد ما تظبطي النظام. بصوا يا جماعة، يوم الفري ده اتخلق عشان نستمتع مش عشان نرجع لنقطة الصفر. الموضوع كله في العقلية، يعني بدل ما نقول أنا هفكها بقى واكل كل حاجة، نقول أنا هفكها بالعقل واستمتع من غير ما أندم. اللي بيخلي يوم الفري يبوظ مجهودك مش الأكل نفسه، لكن إحساسك بالذنب بعده. سيبوا الذنب واستمتعوا بيه كأنه مكافأة على التزامك طول الأسبوع. وخلي دايما هدفك انك تكوني مرتاحة ومبسوطة من غير حرمان، مش انك تعيشي على الدايت طول عمرك. ولو حسيتي انك اكلتي زيادة مفيش مشكلة خالص، اشربي مية كويس ونامي بدري وابدأي يومك اللي بعده عادي في الدايت. الجسم اذكى مما تخيلي، بيوازن نفسه لو انتي ساعدتيه. وبقى قوليلي في الكومنتات، ايه اكتر اكلة بتحبيها في يوم الفري؟ تحبي اعمل عنها فيديو مفصل بالسعرات؟ اكتبيلي تحت وانا اختار اكتر تعليق عليه لايكات اعمل عنه الفيديو الجاي. واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.